السلام عليكم. عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم بخير علينا وعليكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. يرزقنا احنا وانتم، اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل مع بعض النهارده بقى يا ولاد شويه ايه، شويه جيلي كده بالفاكهه يعني. انتوا عارفين ان رمضان داخل علينا بقى، وبحب الفاكهه بحب الحاجه يعني. اي حاجه مسكره اي حاجه موجوده يعني بتسيب. سخنت معاكم شويه ميه، سخنت يعني كنكة مية، او انت عندك كاتل حطي مية سخنة في الكاتل عادي اهو. نزلت بتلات كوبايات مية سخنة. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين يا ولاد، رمضان داخل علينا، ربنا يجعلها بالخير عليكم وعلينا، اللهم امين يا رب العالمين. مم. نزلت بتلات كوبايات مية، العيار هو الكوباية اللي تعايري بها المية الساقعة تعايري بها المية السخنة. حاجة مسكرة سريعة كده متاخدش وقت معاكي. تلات كوبايات مية ساقعة، نفس الكوباية اللي انت عايرتي بيها، نفس الكوباية. مم. انزلي بقى عليها بالسكر. انا مش بنحب مسكر جو، لان انا هحط فيه فاكهه، احط فيه تفاح واحط فيه موز، فمش بنحب السكر بتاعه زي الجو. مليت نفس الكوبايه لان معايره بها الميه، مليتها واحده بس سكر يعني، الباقي حط على نص كوبايه سكر لان الكوبايه كبيره. المج كبير يا ولاد، من اللي هو بتاع ابو ده، اللي هو بتاع الشاي. لو انت عندك عيار تعيري بيه، انت صاحبه القرار يعني. بيطلع معاك المعيار ده بيطلع معاك مظبوط وكويس، وبيربط معاك، مش بيبقى يعني ايه، مش بيبقى فكك يعني. بيربط معاك لان الجيلي بالذات لما بتزودي عليه الميه وكنش العيار بتاعه مظبوط ما بيربطش. مهما تحطيه في التلاجة وكده ما بيربطش. لازم يبقى العيار بتاعه مظبوط، عيار الميه بتاعه مظبوط، ساخن وساقع. انا بحط له 1.5 ساخن و1.5 ساقع، الباكو عليه كده يعني. ونزلت بالباكون، انا كنت عامله باكوين، بس كان والله العظيم ما خدش يعني. انا كنت عاملاه حوالي الساعه 10 بالليل، الصبح حوالي الساعه 9 كده الاولاد كلوا منه. ما قعدش مسافه طويله يعني. احنا لو في الصيام هنعمله مثلا نعمله من الصبح من الساعه 10، ناكل منه بعد الفطار. مش بي مش بيغيب معانا. انت عارفه لو العيار بتاعه مش مظبوط، عيار الميه ما بيربطش معاكي، بيفضل فاكك، والعيار ما بيربطش معاكي مهما تحط له فاكهه او كده مش بيربط معاكي، مش بيظبط معاكي. اصل انا جربت دي وجربت دي. انا عندي الاولاد بيحبوا له، ولد الصغيرين محمد يوسف وكده. هو اصلا انتوا عارفين ان الجيلي محبوب عند اي حد، وبالقش كمان لما تكون بقى ايه حاطه الفاكهه يعني، مشكله له الفاكهه كده، حاطه له فاكهه حلوه. بس احنا بنحبش فيها الا الفاكهه الموز او التفاح. انا حاطه تفاح وحاطه ايه، وحاطه موز. حتى عامله اطباق صغيره لمحمد عشان ما ايه يبقى الطبق على قد اكلته كده، مش يعك في الطبق الكبير ياكل منه مثلا نص ويسيب نصه، لا. ان يبقى عاينه العلب دي، يعني العلب الصغيره دي يا ولاد تبقى علب الجيلي وعلب الايس كريم والعلب الحاجات دي، ببقى يجيبها يعني يشتريها، وبمسكها اغسلها واعينها لاي حاجه زي كده. عامله مهلبيه، عامله جيلي، عامله حاجات من دي، امسكها عينها واحط فيها. بس المهم تكون انت غسلاها ومنضفاها وحمصتها يعني. يعني بغسلها واحمصها واحطها في الشمس حبه تحمص، او احطها على حاجه الصفة. المهم ان انا بحمصها قبل ما احط فيها اي حاجه. اهو يا خرطت معاكم خرطت، مسكت التفاح خرطته والموز ووزعته في الاطباق قبل ما اصب عليه اهو. وزعته ايه في الاطباق، يعني خليت الاطباق كلها فيها موز وفيها تفاح. وخلصت وبوشت السكر وبوشت الجيلي، وهصبه معاكم اهو. قربنا نخلص صب عامه. الاطباق بقى اللي انت عايزاه، عندك اطباق مثلا اني حطيت يعني ايه، مش لان الطقم عندي دي مش طقم كامل يعني. دي نص طقم ودي نص طقم، وتلات تلات بتوع اللي هما ايه فايضين من الطقم. محمد بقى ما بتوصاش في التكسير يا ولاد. خلي بالك اي حاجه بتسد في بيتك، المهم يكون عندك الحياه في بيتك، مش لازم ان انا اطلع لازم اجيب طقم مشكل شكل بعض عشان انا اصب فيه. توكل على الله، توكل على الله، خلي الفلوس احمد مع بعض كده.
وخلصت، بس العلبتين الصغيرين دول ما كفوش يعني، الكميه ما كفتش كله، انا عملت له 4 علب صغيرين وفضل التين، كنت حاطه له 6. يا ولاد حاولوا تكبروا قناتنا شويه كده يا ولاد، حاولوا تكبروها.